مسؤول السلاح غادي تقتل، وتقتل غادي تقتل السلاح. ما فهمتش دابا. وانت كتكلم على امور عندها علاقه مع الدوله، مع الداخل الجزائري. دابا انت خايف على بلادك لانك تقول انه يهدد الامن القومي والمصالح نتاع الجزائر. ماشي هكا كيهضروا اصاحبي. واخا ما علينا ما علينا. كما قال واحد الاخ في التعليقات، دخلك الصدى بن عمي، تخشعتي زيد معنا زيد. هنا اذا هذه باش نقول لكم اليوم ننزل المجلس الشعبي الوطني، المجلس الامه، النواب يعني متقلقين بشكل كبير من اداء. اذا الامر غادي يوصل دابا لمجلس الامه، البرلمان بن عمي الجزائر غادي قالك متقلقين من هذا الشيء اللي واقع. زيد. واساليب ممارسه الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي احيانا وصلت الممارسه في الاعلام الرياضي اننا لدرجه ونقدر نقول انه الامن القومي ولا في خطر. اش كتقول؟ الامن القومي ولا في خطر؟ اخي عمر تحياتي. ممارسه الاعلام الرياضي كتكلم على ان الامن القومي صار في خطر. كيفاش صار في خطر الامن القومي؟ ما الذي يهدده؟ اذا هاد الناس هادو اش كيديروا؟ اللي قلنا بان اعلام العار، اعلام الزيكو، اعلام الاوساخ، فين ما كان شي مكلخ، فين ما كان شي عبيط، العربيه وما شداش تماما اختي امازيغيه. والله العظيم بالله هذه اللي تتكلم باللغه العربيه فصيحه والله ما يكمل جوج جمل بواحد 6 7 الاخطاء. الامن القومي في خطر، في خطر. الا ربطناها مع القضيه نتاع بالماضي، ما الذي حدث؟ هذوك لي كلون اللي تخلقوا، لو كلون برو بالماضي اي اونتي بالماضي، تقارير استخباراتيه اللي وصلت للرئيس نتاعهم بانه فعلا الامر خطير على الامن نتاع البلاد. ماشي مساله ديال الراي، ماشي مساله ديال ولا الجزائري يفرض او يقول رايه انا مع بالماضي انا ضد بالماضي. حنا وقعنا النقاش على الركراكي البارح، انا شفت شي فيديوهات، شفت ناس كتقول الراي ديالها بخصوص الركراكي. هل كان ناجحا تكتيكيا؟ هل كان فاشلا؟ هل توفق لم يتوفق؟ نعطيو له فرصه ما نعطيولوش فرصه؟ كتستنانا 2025 وشنو نديرو ما نديروش؟ نقاشات وقعات. كاين اللي طنز بن عمي، طنز على الركراكي حتى شبع. اتهمنا حد، ما سبنا حد، ما قالوا لنا اجنده، ما قالوا لنا حتى. ضحكنا، هضرنا. كاين اللي تنرفز، كاين اللي تعصب، كاين اللي قال الراي ديالو، كاين اللي دعم، كاين اللي ما دعمش، كاين اللي قال لا. عندنا واحد الصحفي كاتبين له على الركراكي ما كيحملش الركراكي من قبل كاس العالم، هذاك اللي سميتو ياسين، باقي دابا عاود جباد، عاود كيشلخ. عادي السيد كيهضر. كوثر مرحبا. الان شوف الفرق بين ملي كتكون عندك دوله وعندك اعلام وعندك ناس عارفه اش كدير عارفه المسؤوليه نتاع البلاد. حتى الاخوان اللي كيديروا هذا الشيء نتاع المواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات ولا الطنز ولا لي باج فيسبوك، القنوات نتاع يوتيوب، الغالبيه نتاعنا كاين استثناءات قليله جدا ديال الناس اللي ما عارفاش الخطوره ديال السلاح اللي عندها في اطار هذا الشيء نتاع التواصل الاجتماعي. الاغلبيه ديال الخوت عارف الميزان نتاع كلمته فين غير والتاثير نتاعها. ولكن عند هاد خونا هذا كيقول لك التهديد نتاع الامن القومي. اذا بالماضي كما قلنا صافي سكت اخي جاكيشن سكت. نهار تصيف الصفحه الاولى وهذه الاعلام لعب دور سلبي. نهار تصيف الصفحه الاولى اليوم ما تفلاش، غير معقول. كاين صحافه كاتبين في المانشيت الاول في الصفحه الاولى اليوم ما تفراش. هادشي ما شفناش حنا، هادشي شافوه غا هما. حنا شفنا داك الفضايح ديال اسرائيل هي اللي قصاتنا، وموريتانيا لو كانت تغلبنا حنا ما نعاودوش نلعبوا كره، وكنتمنى الهزيمه للمنتخب المغربي.
وهذيك الفضيحه ديال ذاك الكارثه ديال صوفيا مع كوت ديفوار، والفضيحه اللي قبل منها مع الكاميرون، والكوارث اللي تقالت في لي بلاطو مع الكاميرون كادوا يسببون ازمه دبلوماسيه مع الكاميرون لولا العقلانيه ديال ذاك الناس الكاميرون. اقسم بالله الا الكاميرونيين داروا عقلهم مع هذا الهبال هذا، وصلت لواحد المستوى خطير جدا ديال القطيعه مع الكاميرون بسبب دوك الكوارث اللي دارها الاعلام الهوكيستاني العابط. بالماضي خرج هذا الشيء كامل، لافير نتاع بالماضي كما قلت لكم خرجت زين اليوم ما تفلاش خلات لعبه وانتهت. دينا كاس افريقيا في 2019 لعبه وانتهت. هذه النظريه نتاع سميتو نتاع الشيخ المنوي. لعبه كره القدم. شنو كيديروا فريق الجزائري للعبه كره القدم، لعبنا المنتخب الموريتاني للعبه كره القدم في اطار بلاتي. شو هذا عبدو اش كيقول لنا عبدو يزيد؟ نعجبك وزير الاتصال؟ لا عبيط اخي عبدو، عندكم وزير الاتصال عبيط. هذا دار له كادو، هذا لعب الحمله الانتخابيه نتاع تبون، كان مدير الحمله ديال تبون انتخابيه عطاه وزير الاتصال مع كامل احتراماتي. والله هذا عبيط جدا. شوف راه السحنه ديال اللوجه كتعطيك الميزان. شتي الفراسه كاين واحد العلم سميتو علم الفراسه. انا اعطيني الوجه نقول لك هذا واش صالح ولا ما صالحش قبل ما يهضر. كتحسب له داك العبارات ديال وجهه كي دايره، كتشوفوا من يصلح، واش يصلح وزير، واش يصلح رئيس قسم، واش يصلح مهندس، واش يصلح سياسي، واش يصلح بياع ديال دواد البرغوث في السوق، واش يصلح بياع نتاع التقاشر، واش يصلح حراق، واش يصلح سمسار. ها الوجه كيعطيك. هذا بن عمي ديالي هذا فيه ممثل ديال شي نشره، الممثل نتاع شي نشره عندكم تما، وهو اللي شاد قسم التعمير، هو اللي شاد وجهيا. انا لا تنشوف وجهك انت بلاتي، انت سمسار اخي عبدو، سمسار ديال الطوموبيلات. انت سمسار ديال الطوموبيلات ما فيهاش زعما داك السواق، داك الشيء ديال سيمكا مع ايركات واير 9 وماروتي وداك الشيء ديال شيري. والله الا سمسار ديال الطوموبيلات اخي عبدو. ما علينا. يا امي نرجعوا عند خونا هذا. ولينا المانيا في التطور والازدهار. ويلي ما وليتوش المانيا، كيفاش قال لهم ولينا المانيا في تطور والازدهار؟ علاش ما وليتوش المانيا؟ انا ملي كنتبعكم اخويا وكنسمع داك الناس ديالكم يهضروا هنا في التيك توك وكذا وكذا، والقوه الضاربه وتبون وكذا، والصين تاع افريقيا، زيد ما حناش كاس العالم. واش رانا حتى حاجه. حنا بغيتو هاد اللعبه. هادشي راه قلناها لكم اصاحبي. السي عرقاب احتراماتي، يعني البوست كيبقى بوست. وزير الاتصال ما عندي ما ندير لك، واخا ما قلت لك ما بيناش فيك. راه قلنا لكم هاد الهضره، علاش كنتو تسبونا؟ راه واحد الوقت تقول لكم لعبه وهذه كره القدم، والمنتخب كيتقصى والمنتخب كيربح والمنتخب كيطلع. انتوما 9 شهور ديال الماتش يتعاود، والمؤامره والكوسوسه والعوسوسه والبوسوسه القوسوسه القجع المخزن المروك الصوص مايونيز يا ودي راه ديال لعبه. ها هو قالها لكم دابا علاش انا ملي كنت نقولها لكم وكانوا يقولها لكم المغاربه كنتو تسبونا، وملي دابا قالها لكم هذا الوزير هذا ما تسبوش. زيد لازم نفرق بين اللعبه وبين المجتمع وبين العمل السياسي. فرقوا بين لعبه كره القدم والسياسه. شوف الخطاب ديال الهباط الزباط. دابا ملي كان عندهم امال وكانوا كيشحنوا، الدوله كانت كتشحن، ماشي راه هذا كان كيشحن عباد الله. هذا كان كيقول الاعلام الي سيروا الكوت ديفواري والحيحه فهمتي. داك الساعه كانت رهان ديال الدوله. كانت الجزائر غادي تجيب النجمه الثالثه. ايوا
شافوا الماتش الاول ما صدقش، الثاني ما صدقش، الثالث ما صدقش، ولات لعبه كره القدم، ولات لعبه كره القدم. معليش ما كتوقع زيد. والاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا. اما خسرنا في مباراه بين ناديين ولا فريق وطني رجعوها قضيه وطنيه ونقصوا صباح مساء قلوب. شتي قضيه وطنيه؟ شكون اول واحد تكلم على ان الاقصاء ديال القضيه نتاع بالماضي صارت قضيه وطنيه؟ قولوا لنا شكون. هاد المساخط هادو كيتفرجوا سعيده برنوس. اول واحد كيتكلم على بالماضي صار قضيه وطنيه في الجزائر هكذا بالحرف قضيه وطنيه. هاد المساخط هادو كيتفرجوا سعيده برنوس، ما فيهاش نقاش. هو وتبون كيجلسوا كيبقاو مقابليني في اللايف، دابا راهم هنايا متكيين. ولات قضيه وطنيه، بلاتي رجعوا شويه اللور. زيد. وطني رجعوها قضيه وطنيه ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويات تاعهم. هذا من قومي مستهدف. من قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش. صافي. اذا الاعلام الرياضي مدعو انه يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات. ما عنده ما يتنبه الشريف، ما عنده ما يتنبه. انا نقول لك علاش السي العقاب. انا مازال قلت كنحترم فيك ذاك الصفه ديال وزير الاتصال واخا ديال السي العقاب. ما عنده ما ينتبه، ما عنده هذا الاعلام هذا انتم ربيتوه، هذه تربيتكم، وماشي حتى البارح ولا دابا غير الاعراض زادت والفضيحه ولات عالميه. اما واحد الوقت راه كنا عايقين بكم غير حنا. ملي كنا عايقين بكم غير حنا كتقولوا معليش المرار كان الاعداء نتاعنا نفقسوهم. حنا مشينا معكم في اللعبه. انا باش نشرح لك العقاب، نشرح لك. اشوف انا الاستراتيجيات نتاعي ونتاع الاخوان ديالنا نشرحها لك. شوف، شت مع مواقع التواصل الاجتماعي المغربيه والله جامي تنتصروا. غادي نقول لك من الاول علاش. لان حنا طالقينها تسرح. الشاب عنده شويه ديال ما يقول، كاين ماده، كيدير فيديوهات، كيتصدق، كيجيب المشاهدات، كيطلع على الاخر كيقول صافي مادام جبت 100,000 مشاهده غادي نمشي في هذا النيش هذا وبقى مقابلكم. الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وانا واحد منهم. انا القضيه مقصر حتى صدقات ولينا غاديين وشادين الستون. حنا باش شوف ما داخلينها يعني بالفقايس والاعصاب والخطط والتوجيهات. ما كاين لا توجيهات لا خطط لا اعصاب لا استزعت. اقسم بالله الا واحد الدري نسيت سميتو واحد المره عيط لي اش كيدير، كينوض الصباح كيلبس واحد البريته بحال هكا في فيسبوك، كيلبس واحد البريته كيجيب واحد الفيديو كيحطو طول وهو كيبان طول من هنا، هو كيبان طول من هنا، وكيجيب شي فيديو طول من هنا وكيجيب داك 4 دقائق 5 دقائق وكينشر الفيديو وكيطلع له هذا وغادي ما كيخسر لا افكار لا حريق الراس لا. عرفتيه هذا كأمازيغي جدا مسكين، بسيط في افكاره وبسيط في عقله وسيدي ربي رازقه. الخبزه جاتهم. هذا النوع والله ما تقدر تغلبه. هذا النوع هذا وهو اللي كاين، في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي التيك توك. الناس خدامه على راسها. نجيك من الاخر، ما غاتقدرش تغلبه هو العقاب، لان ما عنده توجيه، ما عنده حرق الراس، ما عنده اجندات، ما عنده هو مدوز الوقت. نتوما كديروا السيناريوهات بوحدكم. سعيد المهم خارقها والدرهم يدخل. والله العظيم اخي انا شكون هذا الجزائري اللي قالها ياك؟ رابح دي زيد. حمدتك يا ربي وشكرتك.
مقصر والدرهم داخل، ماشي شي دراهم ماشي شي فلوس، ولكن المهم المجهود ديالي ما كيمشيش سودان. مالك مالك ولات صعيبه دابا ملي خرجتوا مع موريتانيا، عاد جاتكم صعيبه. اسمح لي، اللي خرج مع جنوب افريقيا ماشي بحال اللي خرج مع موريتانيا، مع كامل احتراماتي يا خويا. دوله مازال ما عندهاش حتى شي فريق في الكاف هكذا معروف. كاين شي اتحاد نواكشوط، سمعتي شي نهار انت اتحاد نواكشوط؟ شبيبه، سمعتي شي نهار شبيبه نواديبو؟ سمعتي شي نهار انت مولوديه شنقيط؟ موريتانيا مسكينه يلاه بدات الكره وغتفوتكم، والله غتفوتكم بالله. عندهم واحد الاتحاد موريتاني واعر، السيد داير شراكات مجهده مع السنغال ومع المغرب. ايش غدير؟ المهم ما علينا. نرجعوا للموضوع. الموضوع ابن عمي هو القضيه نتاع بالماضي فجرت مشكل كبير في الجزائر اسمه اش هاد الشيء كيوقع عندنا. ربنا الغولة عباد الله، عندنا اعلام قادر يفجر لنا الجزائر من الداخل. عاد فاقوا هما من النعاس. ومازال غادي يرجعوا لهذا الشيء ديال مواقع التواصل الاجتماعي. انا جايك هذا العقب هذا مازال غادي يتكلم مع الدوله الاخرى وغيشوفوا هذه القضيه ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفضيح ديال بلامان وديال عمو توتو دي زيد وديال عمي بوعلام وديال حقرونا المراركه، هذوك ذاك الجماعه هذوك مازال غيسكتوهم كاملين. ومصطفى بوسبير هذاك جاي عقلوا على هضرتي، عقلوا سجلوها عندكم. والبيستاشيين حتى هما. المهم غتجيهم اوامر. ما علينا، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ابن عمي اللي خلات هذا الوزير هذا الاتصال يخرج يهضر هي ان الفضيحه لم تعد فضيحه اقليميه بين الجزائر والكوارث اللي كتوقع اعلاميا لداخل غير المغاربه اللي عايقين بها. والمغاربه علاش عايقين بها؟ انا كنقولها لهم دابا الجزائريين، المغاربه حنا علاش عايقين بكم؟ لان هاد الدراري ديال مواقع التواصل الاجتماعي انا قلت لكم راه لاقيين فيها الصرف. دابا راه مشكل. دابا انا شتي انا دابا راني كنتحسر، كنقول تخيل معايا الاعلام الجزائري غيدير عقلو. معنا غناكلوا الخبز، هذاك بوكاسكيطه هذاك معنا غياكل الخبز. يولي يتكلم على باطمه يقول لك راه باطمه اعتقلوها عند الحبس، واش ظلموها ما ظلموهاش. انا والله لا، انا دابا هز الهم. انا الا مشى حتى الاعلام ديال هوكيستان دار عقلو، دوك البلاطوهات ما بقاوش داك العبط وداك الغباء وداك السذاجه وداك، كي غنديروا لها؟ معنا غنضحكوا حنا. اذا نرجعوا للموضوع. الفضيحه ما بقاتش مع المغرب فقط والمغاربه، ولا مع تونس والتوانسه، حيت مره كيجبدوا شي فضيحه مع تونس عاود جيرانهم، راك عارف جيران الشرق وجيران الغرب. اولات ابن عمي عالميه، اولات الصحافه الدوليه كتكلم على العبط ديال الاعلام الجزائري. دابا جبت لكم واحد السيد قال واحد الشهاده خطيره جدا، خطيره جدا. أين أنت يا سعيد؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ يا فين مشيت يا صاحبي؟ ها هو. اسمع. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. هذا اللي غتسمعوا سي كيلكان كي يترافايي سور l'Algérie, qui a travaillé en Algérie pendant 3 ans. هذا خدم 3 سنين في الجزائر. اسمع الشهاده نتاعتو. سعيد تخيل معي لو كان الجزائر لا وجود لها كان راك فقير. لا، انا لم اكن يوما فقيرا بالعلم، حمدتك يا ربي وشكرتك. انا استاذ ورئيس مصلحه، عندي واحد الماندا زويونه، حمدتك يا ربي وشكرتك. السيده نتاعتي حتى هي سيده التعليم، حتى هي بالماندا نتاعتها خدامه بخير وبيس، فهمت. والماندا اللي عندي انا اكثر 4 المرات من الماندا ديال رجل التعليم عندكم في الجزائر.
فهمت؟ زيد لها كاتب مسرحي، زيد لها كاتب سيناريوهات، زيد لها يعني مدبر، فهمتي؟ ايوا بخير. هذا الشيء ديال الجزائر يعني غير داك لي سوريز فوق عارف داك الشيء ديال كريم شونتيي، كدير داك الحبه ديال الكيوي هكذا كتقطع كتحطها. دابا غتحرموني من لي سوريز اللي كتحط فوق الكريم شونتيي. ايوا الكاطو كاين، خص غير لي سوريز وصافي. واخا هاد خونا هذا غادي يقول شهاده قصيره تختصر كل شيء في الجزائر. اسمع. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Algérie, c'est impossible. C'est impossible à y travailler, je l'ai dit. لطيفه. قال لهم الجيري مش خدمت انا تما 3 سنين. قال لهم الجزائر شيء مستحيل، مستحيل ان تشتغل هناك. زيد. Déjà dit. Moi, je suis un ami de Jamel Belmadi. Je l'ai eu comme هذا صاحبه تاع جمال بالماضي. capitaine. Donc, j'étais un manager de l'équipe nationale. هذا كان ماناجير نتاع المنتخب الجزائري، وبالماضي كان كابيتان في الايامات اللي كان بالماضي كابيتان في المنتخب الجزائري. يعني هذا خدم شحال هادي، يعني هذا بهذا الشيء عارفو شحال هادي على الجزائر. يعني دابا داك الكوارث تضربوا في 10. الفضائح نتاع الاعلام الجزائري والعقليه يعني العبيطه في هذا سميتو البروباغندات الاعلاميه ديال النظام العبيط القديمه دابا تضربات في 10. Il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias algériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout, t'as pas des instances qui disent à un moment, hey, on va se calmer sur l'Algérie. T'as pas des instances qui disent il faut se calmer. ما كايناش سلطات اللي توقف هذا الشيء. لا ماشي ما كايناش سلطات اللي توقف هذا الشيء. السلطات كاينه وهي كتستثمر في هذا الشيء. هذا الشيء اللي ما غاديوش تفهموه. السلطات الجزائريه هي اللي مخدمه هذا الشيء، هي اللي مستثمره في هذا الشيء. دابا ملي الحنش تقلبوا عض في راسو عاد فاقوا. فهمت؟ ملي الحنش دار وعض راسو عاد قالوا اي، اما هما راه مستثمرين في هذا الشيء. مال شتيوا مالك بنت عمي؟ شتيوا شكون طيرها لك؟ شكون عصبك؟ ايا وفي خاطر شتيوا مغربيه حره ادي ديكاس من طنجه لطنجه. عيد ميلاد سعيد. سيري الله يخليك ديما نمبر 1. الله يوفقك وينجحك وينجيك ويسجيك. الله يحليك لامك ويعلي علامك ويحيد الشوك من قدامك. هابي بيرثداي تو يو. وراه دراري دمكاز جويوز انيفيرسير. هذيك انيفيرسير هي الكلمه الوحيده اللي كيقولوها ريافه بلا ما يبانوا ريافه. علاش؟ هي اصلا فيها ايغ بحال لو فيغ فينيغ. حنا نقدروا نقولوا فينيغ بلا ما نتفرشوا. علاش؟ لان اصلا كاين داك ايغ. داك الشيء اللي كاين اختي شتيوا جويوز انيفيرسير. عيد ميلاد سعيد بنت عمي. الله يفرحك ان شاء الله وكل عام وانت بخير. ومتمنياتي لك و1500 صديق وصديقه. حيدي واحد 300 ديال العديان. انا ما تحسبيهمش، حسبي غير 1200 وحسبي واحد 200 جزائري عادي حتى هما كيتمناو لك عيد سعيد. وكاين واحد 15 من دي ار اس، وكاين وزير العقاب كيتفرج هو السي تبون. عندك الزهره بنت عمي اليوم السي تبون راه حاضر في هاد الشيء ديال المباركه اللي درنا لك ديال عيد الميلاد. السي عبد المجيد بنت عمي، السي عبد المجيد دابا غادي يكبس. ما علينا. الله يحفظك اشتي، الله يحفظك، الله يحفظك يا اختي، الله يحفظك. اذا نعاودوا نسمعوه شنو قال. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Algérie, c'est impossible. C'est impossible à y travailler, je l'ai déjà dit. Moi, je suis un ami de Jamel Belmadi.
je l'ai eu comme capitaine quand j'étais manager de l'équipe nationale. Il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias algériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout, t'as pas des instances qui disent à un moment, hey, on va se calmer. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. إذا لي زانستونس أخي جاكي شان، لي زانستونس في الجزائر الخطة نتاع غوبلز الألماني صاحبو ديال هتلر، الخطة نتاع غوبلز تضربات في 10 مباشرة بعد الموت نتاع القايد صالح. فهمنا؟ مباشرة بعد الموت نتاع القايد صالح مع شنقريحة مع تبون مع الجزائر الجديدة، أول خطة خدموا عليها هي العملية على المؤامرة، شحن الصراع مع المغرب والمغاربة. فهمت؟ صرف أي فشل تجاه المغرب تجاه المخزن، بروفوكي لو ماكسيموم بوسيبل، بروفوكي الملك، بروفوكي المؤسسات، بروفوكي الدولة، الشعب، بروفوكي استفزهم حتى يخرجوا داك العيب اللي بغيناه باش الشعب ديالنا يدير هذاك داك داك داك. فهمنا؟ يستثمروا باش ينسيو عباد الله في القضية تاع الحراك وداك اللي ماشي الاحتواء، داك الدورة اللي داروها على الحراك وداك الحشية اللي داروها الحراكيين. الالتفاف وقع لي التفاف على الحراك والمطالب الحراك، وباش ينسيو عباد الله ويحاولوا، لان الحراكيين كانوا بقاو من مور القايد صالح مازال الحراكيين كيقول لك لا ماشي هذا هو الحراك اللي بغينا، ماشي هذه النتائج اللي بغينا، ماشي هذه الديمقراطيه اللي بغينا. وتبون راكو عارفين شحال صوتوا عليه ديال الناس، وعارفين شحال جاب في النتائج نتاع التصويت. وهاد النظريه هذه ديال غوبلز حرق ليا بن عمي الكذوب الوش، الكذوب التهجم، الكذوب. اذا كما قال واحد الاخ دابا عاد داز التعليق ديالو بزربه، خطة التطبيع والتبرديع، التبرديع بن عمي. ولكن الان وانا متاكد هذا الشيء راه دابا غير البوادر، راه مازال هذا الشيء غادي يرجع عندهم كامل، وغادي عرفتي هذا الشيء اللي رباوه الان كحقد عند واحد النوع معين من الشعب الجزائري. هذا النوع ديال الحقد اللي رباوه بالاكاذيب وبالتبرديع وبالتجهيل ديال الشعب غادي يرجع عليهم واحد، ماشي غير نهار غدا ولا بعد غدا، لا هذه البدايه. دابا بن عمي ديالي غادي نمشيو نسمعوا واحد المستشار رياضي من اكبر المستشارين الرياضيين اللي كاينين في فرنسا، عيا صابر هو يخرج يدير فيديو. عيا صابر فين هو؟ ها هو. C'est sur la plus grande chaîne privée algérienne où سبورتيف وسورتو الفوتبول، وكان كرونيكور في كانال بلوس، يعني من الكبار الشخصيات الرياضيه على المستوى الاعلامي والصحافه الرياضيه والاستشاريات الرياضيه. اختي امازيغيه راه عارفه في هذا الشيء لان الزوج ديالها حتى هو يمكن خدام في هذا الشيء. C'est invraisemblable. انفريسومبلابل. هذا شفتوا الفرنساويين مساكن هما ماشي بحالنا حنايا، غير تسمع هو دار داك عرفوا راه قال الله ينعلها سلعه مع الله يخليها سلعه، شحال الزمر شحال الويل شحال غير داك هما الفرنساويين هكا دايرين. هذاك سبك وعايرك وجبد لك الجداره، جبد لك والديك، جبد لك كلشي. شي 4 سكوند هو
ما لقى ما يقول مسكين. هاديك بحال داك إباه de sortir des trucs pareils. Alors après, évidemment, quand tu es sur les réseaux, tu vois des trucs incroyables. T'as l'autre abruti qui a pété une télé avec une machette. T'as l'influenceuse algérienne qui insulte tout le monde, qui s'est déjà fait expulser de Côte d'Ivoire. Enfin bon, c'est... صوفيا ولات عالمية جدك، العالمية جدك. صوفيا ولات عالمية، فرنسا كاملة كتهضر عليها تشهرات، صافي وصلت إلى ما كانت تسمو إليه. لطيفة مرحبا مرة أخرى. زيد. Et c'est jamais de leur faute en fait, c'est jamais de leur faute, c'est l'arbitre, c'est la VAR, c'est la pelouse. عاقوا بهم. عرفتي شنو ملي كيعيقوا بك في فرنسا، في روسيا، في تركيا، صافي تفضحتي يا ابن عمي. سي جامي دو لور فوت، سي توجور لا بولوز لو فار. هذا ما سمعش الكريكري التقاشر والرقيه، اما كون سمعها لينا للاسف ما خدموش المترجمين تاعنا. Voilà. Mais bon là, quand tu termines un groupe qui était quand même supposé totalement à leur portée avec 2 points, à un moment donné, il faut aussi voir les choses en face et s'interroger sur le coaching de Belmadi, qui, alors je veux bien que la presse algérienne soit pas facile, mais tu peux pas agresser les gens comme ça en conf de presse depuis des années impunément, parce que c'est évident. لا ما كنتفقش معك هنا، ما اتفقتش معك ابن عمي. هنا ما اتفقتش معك. لا شنو قال هنايا؟ لا يعني شنو قال؟ خصنا الماضي ولا لا ما بالماضي على داك لاغريسيون اللي كيدير الاعلام. هذه ما نتفقش معاه. انا في هذيك اتفقت مع بالماضي. انا اتفق مع بالماضي. ديك الطريقه باش كان كيجاوب داك الصحافه، انا مع بالماضي. ما كانش كي اغريسيهم، بالعكس يستاهلوا اكثر من داكشي. Tu te plantes, bah, tout le monde te tombe dessus. Donc je serais quand même très étonné que Belmadi survive à ce 2e échec consécutif au premier tour d'une CAN. Voilà, c'est tout ça dans un climat de tragicomédie. صافي قال لهم كل شيء هذا الشيء في واحد الكليما، في واحد الجو تراجي كوميدي. اختصر كل شيء هذه وتراجي كوميدي. وليتو تراجي كوميديا جدك. رابح دي زيد، رابح دي زيد وليتو تراجي كوميديا عند المختصين. وهذا راه عنده، هاد الناس كيسمعوا له، هذا كان الناس كتفرج فيه. هذا اشهر هذا اصلا بعد راه داير شي تخربيقات. هو عنده شي عنده، هو داير بوليميك بزاف في فرنسا. هذا مخربقها في فرنسا. يعني دابا فرنسا كامله عارفاكم دايرين تراجي كوميديا جدك. ولا افريقيا كامله، كونغو. لا فضيحتكم ولات لا تحتمل. الحمد لله يا ربي وشكرناك. حنا بالنسبه لينا والله ما شوف هاد الخساره اللي درنا حنايا مع جنوب افريقيا وخسرنا. انا والله ما لاول مره الاخوان كنقول لكم زعما بصدق، لاول مره ما تاثرتش بالهزيمه تاع المغرب، المنتخب المغربي. دغيا نسيت، دغيا باقي سالا الماتش صافي كدا ومن بعد ما بقيتش مثلا كيجيني وكان كيتقبض عليا خاطري نهائيا. اقسم بالله واش هاد مساخت هادو فوجوا عليا وريحوني ملي كنسمع بانه تونس هضر عليهم هذاك بولحيا، ضحك عليهم حتى شبع ضحك. واحد القطري عاود بهدلهم، وهذا الفرنساوي وداك الفرنساوي الاخر، واللايفات ديال كوت ديفوار، ديال السينيغال، موريتانيا بهدلوهم. صافي. المهم كما قال الحسن الثاني الله يرحمه، ليعلم الآخرون مع من حشرنا الله في الجوار. الشيء اللي عطى الله بن عمي. ولكن أحسن حاجة وقعت من قوة الفرحة جبنا لاعب موريتاني
مزيان اللي جابوا اي باش يشجعوا شويه داك الكره الموريتانيه، والله لا مزيان بالله. ايوا المهم، ولكن انا فين ضحكت بزاف وفرحت هي ملي خرجوا يحتفلوا ابن عمي. عرفت بانه فعلا يعني حققنا لهم واحد الهدف مساكن ما كان ليتحقق لولا خساره المنتخب المغربي. والله الغبن مساكن كانوا عايشين في واحد الغبينه ما باغي يفرح، ما كاين باش يفرح. باش غتفرح؟ باغي تفرح انت، باغي تفرح. راه قالها سميتو، شتي داك مستر ابي قالها في واحد قبل ما نخرجوا حنا. وشنو قال في واحد التصريح ديالو كنقلب عليه بلاتي. شو واش نلقاه هنايا في تيك توك؟ قال لهم حنايا نستحقوا الفرحه، قال لهم حنا الشعب نستحقوا الفرحه. زعما كاين شعوب ما كتستحقش الفرحه. مزيان ملي اعترفتي بانك كتستحق الفرحه، لانه فعلا ما فرحتوش مسكين من 2019. لا فرحتو في كاس العرب، بيني وبينك فرحتو، ولكن هذيك فرحه مفهومه. الفرحه نتاع كاس العرب والله الا مفهومه جدا. تخرجوا كاع تقدروا كاع تسبوا، تقدروا كاع ديروا شي حاجه خايبه يمكن، لان علاش انتم غالبين، انتم اللي غلبتوا، يعني انتم الشواكر. وبلايلي هدف زوين، ولكن تفرح لان واحد اخر غلب واحد اخر. وماشي فرحتي دابا تنمرتي في تيك توك، كتبتي تدوينه، درتي واحد الفيديو ودرتي كاع المغاربه. لا خرجتي للشارع، وماشي خرجتي للشارع هكذا نقولوا حنا تسالى الماتش وخرجتي ودرتي وي في القهوه وي وخرجتي. لا، مشيتي ركبتي في الطوموبيل وكذا، وجبتي المش وجبتي المفرقعات وجا البوليس ودار معاك الدريفتين وما عرفتش داك الزمر اللي كيديروا هذوك المراهقين، وتجمعات المدينه كامله وتجمعوا في الشوارع. يعني شي حاجه قلبكم كان طايب ابن عمي. باش غتفرح؟ حنا مره كنا كنفرحوا. شوف حنا جربنا الفرحه وجربنا القرحه، حمدناك يا ربي وشكرناك، هذه هي سنه الحياه. جربنا الفرحات والقراحات، والله العظيم. فرحنا في كاس العالم حتى شبعنا فرح. انا حتى في الاخر اقسم بالله الا مع المدام والوليدات في الماتش ديال فرنسا قلت لي المدام صافي ما فيها ما يبقى، عادي خرج انا ولا نمشي نبقى نفرح، صافي بارك شبعت. الماتش ديال بلجيكا، الماتش ديال سميتها اللي لعبنا معاها من غير اوكرانيا، كرواتيا، كندا. الماتش ديال بلجيكا، لان علاش الماتش الاول لا كرواتيا مازال نشك في الركراكي ولا صاحبي. الماتش الاول تا واحد انا بعدا، انا كنت في فاس داك الساعه، تفرجت في فاس، ما عندناش شك. راه حنا حتى درنا داك الماتش الزوين مع كرواتيا عاد من بعد عاد ولينا نزعموا في الفراجه وداك الشيء. ذا كوين، اهلا ذا كوين الجزائريه، المرحبا. ديك جوج نجمات هي كتبردوا بها الخاطر، لان الخساره درتوها مع موريتانيا بنت عمي. واش فراسك بان انجلترا ما ربحتش كاس اوروبا من 66؟ عرفت شنو انجلترا؟ دابا نتوما غتكونوا في التقاليد الكره بحال انجلترا؟ ما يمكنش. انجلترا جدك عندها كاس واحد، كاس العالم داتو 66، واوروبا ما عندهاش يمكن كاع. راك ما تقدرش تكون بحال الانجليز. هكاك حنا المغرب هنايا، حنا هكا المغرب، حنا دايرين بحال الانجليز نتاع اوروبا. حنا دايرين بحال الانجليز نتاع اوروبا، حنا قباح، فهمت؟ زعما ماشي. وخرجنا الفرحه الاولى مع بلجيكا، الفرحه الثانيه مع كندا، الفرحه الثالثه مع اسبانيا، الفرحه الرابعه مع البرتغال. وتقهمنا اخويا،
مشينا لذاك النص جاو وفرحنا عاود ملي جاو اللعابه هنايا. انا فرحت اخويا نشوف داكشي، شفت المخرج ديال داكشي واحد صاحبي شد واحد القنت الاخراج ديال واحد الجزء ديال داك صاحبي مازال جون صغير ليفي، داكشي دارتو التلفازه داك الاستقبال شد واحد الجزء هو اللي دار له الاخراج. مراد سميتو مراد. جا الموندياليتو المخرج اللي دار الافتتاح مغربي للتكنيسيان مغاربه، حمدناك يا ربي وشكرناك، عندنا الكفاءات. فرحت والله الا فرحت اخويا. وشنو واحد النهار قال لنا الملك ديالنا عاود راه غادي نشنو السيارات مغربيه 100%. راك عاود الفخامه والضخامه. جاب لنا عاود واحد سميتو فوزي النجاح، واحد السياره عاود ديال الهيدروجين وكذا وداك الشيء ديال الهيدروجين الاخضر، عاود الفخامه والضخامه. عاود فرحنا. شنو اخر؟ جا المنتخب نتاع الفوتسال، عاود فرحنا وضحكنا. جات كاس ديال قل من 23 سنه، عاود فرحنا دينا الكاس. جاو البنات ديالنا مشاو لكاس العالم، مشاو لكاس العالم يا جدك، تاهلوا للثمن وفرحنا وشطنا. جاو هذوك قصار القامه، عاود فرحنا معاهم. جاو ذوي الارجل المبتوره، فرحنا معاهم. جاو قل من 17 سنه ضربوكم 3-0 في الجزائر. 3-0 جدك في الجزائر، داخل في الجزائر، ضربناكم في الجزائر وفرحنا وضحكنا. ايوا ملي فرحنا حتى شبعنا، وسنة الحياة خصك تحزن. جا الزلزال عاود حزننا، جا الزلزال عاود حزننا وكذا كذا كذا. من موراها عاود فرحنا شويه، عاود جات كاس افريقيا، غلبنا جوج ديال لي ماتش، جدك. حنا جربنا الفرحه. جدك حنا راه جربنا جوج غلبات، وجربنا الفرحه ديال تفرح معاك واحد اخر، وجربنا البرازيل في طنجة. جدك خوك سعيد طلع تفرج في البرازيل جدك في الملعب، تفرجت في البرازيل جدك. البرازيل كهكذاك بعينيا التي سيغياكلهم الدود والدود نوعان، وغلبناهم 2-1 جدك في وسط طنجة. هادشي ما جربتيش انت بوصبع الازرق يا المبردع، هادشي ما جربتي انت حتى وزه من هادشي. راك باغي تموت؟ لا ما نموتش، ما تخافش، انت اللي غتموت. راه داكشي علاش خرجتو، راه كاينين نفقسو فيكم. والله العظيم بقينا نفقسو فيهم وهما شادين مساكن مزيرين. نهار اللي خسرناهم يتردقوا. لا انا كنت عارف غيتردقوا شويه، ولكن قلت شويه، قلت غيكتبوا في التدوينات، غيديروا التعليقات، ملي غنفتح اللايف غيجيو هنايا يشمتوا فيا. ما قلتش انا غيديروا داك الترديقه كاع صح. لطيف ولكن بعدا راه شوف، لو كان بقيتو مزيرين كنتو غتهدوا الامن القومي ديال الجزائر. ونقسم لكم بالله اخوتي، نقسم لكم بالله، شوف المغرب لو كان ما تقصاش مع داك لافير نتاع بالماضي وداك في الجزائر، كانت غادي تاخذ ابعاد خطيره اكثر. راه الناس ديفولات ملي خسر المغرب اصاحبي، والله العظيم يا الناس ديفولات ملي خسر المغرب. النظام الجزائري الربح واحد خصو يشكرنا ولد الحرام. تفروحتي ذاك النهار، تخربقتي في الخطه والله انت فهمت. المغرب فرح ونفس على النظام الجزائري. والله العظيم يتنفس الصعداء. النظام الجزائري تنفس الصعداء، ولا اش كيتسمى الصعداء ولا الصعيداء ولا. اجي شفتكم ساعه وانا نهضر
كنت غنقولها لك. ولا واحد النوع كيقول لك، واحد النوع كيقول لك تلهيت هو. واحد كيقول لك راني عاقل عليها ولكن نسيت ولكن راني عاد عاقل عليها. هذا النوع هذا يهرب منه اخوتي، هذا اللي ما عارفش راسو. ما بيناش جديده، شتي الحقره ما بيناش جديده. دابا خصني نخليها بالاخر ديالها، بداك الكارت نتاعها. هادي شتك بصح ما عرفتش فين، شتك ما بقيتيش كتبان، شفتك ما بقيتيش اللون زوين. شكرا لطيفه، شكرا. واخا جات معطله لطيفه، معليش. تيبانو التعليق مزيان معنا، تيبانو التعليق مزيان، واه داكشي اللي كاين. الاخوان غادي نسحب بهدوء، وكنعتذر مره اخرى الاخوان اللي طالبين كيست. فهاد الايام ما كاينش الكيست اخوتي، صحتك اخويا، الله يكبر بك بنت عمي، الله يحفظك الله يرضى عليك. نجمه ديال 76 اويه. لا دابا غتكون عندنا نجمه ونص، غنديو نجمه ونص. الكوت ديفوار غدي كاس افريقيا، غادي يقسموا معنا داك الكاس. انت اللي جيتي مع القميشه. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. يلا الاخوان غادي نخليكم، سانسحب بهدوء. شكرا بزاف لكم، غنحاول نتفاعل مع التعليقات. دابا خص كرسي يا بن عمي، خصني كرسي. حتى هاد الكرسي بدا يقشقش، بدا يدير الصداع. بشحال شريتيها؟ والله اخي طارق ما عقلت. J'ai vu un Ivoirien ce jour, il compte partager la coupe. صافي شدي ما خاصك مايك وكرسي. مازال شوف، انا عندي بزاف ديال الحوايج في الراس، كنمشي حبه حبه، فهمت؟ مازال واحد 6 شهور 7 شهور ان شاء الله هي تخلصتي من المخزن. ايوا انا كاين هاد السنس وغنتخلص من المخزن. مخزن هبيل، المخزن ولا عندنا المخزن بعقلو، اقسم بالله عندنا واحد المخزن بعقلو اخي ديالي، وفاهم لافير مزيان، عارف بان هاد هوكيستان ما تحمقش راسك معاهم في التلفازه ديال الرسميه، لا اسنيغتي الاخبار الاولى الدوزيم. تحمق راسك انت في الاعلام ودير كذا، ويجب اننا توحيد الجبهه الداخليه لان ثمه لا. عارف القضيه فيها الادسنس، عارف الناس غتسترزق ودير يتيم وكتمارس المغربيت نتاعها وكدير الضغط النفسي على شي. هذا النوع هو اللي خطير. دابا غير باش نتفاهموا، دابا بزاف الناس يقول لك لا اذا مسترزقين، لا هذا النوع هو اللي زوين. عرفتي علاش؟ لانه واحد الانسان اللي ما تقدرش تغلبه، فهمت؟ انا بالنسبه لي كنهضر النظريه ديالتي، ما كنهضرش على راسي انا، نهضر دابا على الاخرين باش نحاول نكون موضوعي، يعني نحيد راسي. بالنسبه لي هذاك النوع والله العظيم الا ما تقدرش تغلبه نهائيا. علاش؟ لانه واخد الامور هكا، ما تقدرش تحقرو، زعما تحرقو وتلعب عليه نفسيا، ولا ما تقدرش تغلبو نفسيا. لذلك انا كنقول حتى الذباب العبيط والدي ار اس العبيطه، برنوس ما تقدرش تغلبني انا نفسيا، ما تقدرش تغلبني، ما تقدرش دير زعما شي حرب نفسيه عليا وتغلبني فيها، مستحيل. فهمت؟ مستحيل جدا. انا كنقولها لك زعما غير الا عندك شي حرب نفسيه كديرها، شوف مع من ديرها. انا والله ما تصدق. اولا عندي مناعه قويه، اول واحد كيطنز على راسو هو انا، ونطنز على شي حاجه ديالتنا اللي ما عجبتنيش نطنز عليها انا هو انا، ما عنديش مشكل فيها. هذه واحد. جوج، طلقها تسرح، فهمت؟ وثالثا واخد الامور على ليجير، واخد الامور بمنطق براغماتي،
نفعي، وهذا النوع هذا ما تقدرش تغلبه، لان شكون كتقدر تغلب؟ غتغلب هذاك اللي كيتستفز، هذاك اللي كيرتكب اخطاء ملي كيدير ردود افعال، هذاك اللي يعني العاطفه كتغلب عليه اكثر، هذاك لا انا ما تاكلش معايا، فهمت؟ وكنقولها هادشي اللي كنصرح به، يفترض هادشي اللي عندي، ولكن انا ما عنديش مشكل، متصالح مع كاع الافكار ديالي، الخطط ديالي والطنز ديالي والهبال ديالي، مصالح معاه. كنت غادي بحال لا في التمليطات الحياه، واختي ريما والله العظيم الا حافظت على الوقار ديالي، والله كنت غنتبهدل واحد التبهديله، حمدتك يا ربي وشكرت، والله انا حافظت شويه على الوقار والهيبه. كلثوم سليماني مرحبا بنت عمي. الاخوان نقرا شويه تعليقات. لاله وهبه الغزاله تحياتي. فين وصلتي في الدكتوره سي سعيد؟ حنا الدكاتره قريب ان شاء الله، قريب، ما بقاش بزاف، ما بعد كنزجوغ ان شاء الله، صافي غادي نسالي. وبالتالي أيضا التلفزيون الجزائري خصص تغطية حصرية على مستوى نشرات الأخبار لإظهار مدى السرور والفرح والغبينة والقنطة وما حاسينش بالمروك في تلفزيوناتهم، وضحوها ورفعوها وقالوا بأن الجزائر فرحت لخسارة المغرب، بينما يأتي جزائري له عقل وسأل سؤالا بسيطا: ماذا ربحت الجزائر بعد كل الصفعات والهزائم المتتالية؟ لا خرجوا من الدور الأول في كأس إفريقيا في الكاميرون، لم يصعدوا إلى كأس العالم، خرجوا من الدور الأول في كأس إفريقيا بكوت ديفوار. ويظل السؤال حقيقة: ما الذي ربحه الجزائري حتى يفرح لخسارة المغرب؟ وما دخل المغرب في منتخب الراقصات برئاسة فخر الدكة محرز، وبرئاسة بالماضي الذي قال لهم اعطوني رزقي، الشفارة اعطوني رزقي؟ كان هذه كلها بعض من التساؤلات التي تم طرحها على مستوى عقلاء الجزائر رغم قلتهم، ليظل التبوني ينتشي فرحا ويرفع شعار اعطوني البنان الكرغولي حيوان. تحياتي لكم، وتستمر الفرحة على أرجاء الجزائر عاصمة ووهران وعين النعجة وعين الدفلة وطيزي وزو وغيرها في الجنوب المكحط المغبر الجزائري. شكرا الرأي المغربي. خبر أخير وننهي هذه النشرة وننهي هذا اللايف المباشر لأسباب تتعلق بالتزامات أخرى. أستاذ الرأي المغربي، آخر الأخبار تقول بأن الجمعية المهنية للأبناك قد ألغت القرار الأول الذي كانت اتخذته بخصوص منع السفن القادمة أو الراسية في إطار الإسكال بميناء طنجة من دخول الموانئ الجزائرية، بعد أن عبرت عدد من الشركات عن امتعاضها أولا، ثم عن تهديدها بعدم الدخول إلى الجزائر بالبت والمطلق. بعد هذا التهديد والتهديدات التي تمت على أعلى من مستوى، تبون مرة أخرى يأمر الجمعية المهنية تعيد النظر في هذا المنع وتسمح بكل السلع القادمة عبر السفن الراسية بميناء طنجة. كيف تقرؤون هذا التلخبط والتخبط الذي صارت عليه هذه الدولة العبيطة بقرارات أعبط من العبط نفسه؟ تحياتي لك. استديوهاتنا المركزية لقناة طنجة تي في، استديوهاتها في طنجة من منصتها بالنص، حقيقة خبر عاجل توصلت به منذ ثانيتين، وبعد سأعود إلى تساؤلاتكم. الجزائر أقوى دولة في المنطقة عرضت طائرة من نوع بلايلي 106 دي زد لنقل المنتخب المغربي من أبيجان في اتجاه العاصمة المغربية، وردت الجامعة المغربية برئاسة الإقجاع بقبولها استخدام بلايلي كطائرة من نوع 106 دي زد قابلة لحمل المغاربة على دارها ووصولها إلى هناك. وكانت هذه واحدة من أوجه التضامن في إطار طاوة. كان هذا الخبر مفيدا للعلاقات
طاوة بين المغرب والجزائر. وبخصوص تساؤلاتكم حقيقة الإخوة الكرام، تفاجأ شواكر لافريك وأيضا البيستاشيون البرادعة الذين طبلوا وزمروا في إطار سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على المغرب، ومحلليهم وأولئك الطبالة والغياطة بأن التبون أمر مجددا وفي أقل من أسبوع بإلغاء القرار الذي كان يمنع السفن الدولية من الرسو على مستوى الموانئ المغربية والقادمة إلى الجزائر. وبعد أن لاحظ النظام البرهوشي في إطار سياسة البراهش التي يتبناها تجاه المغرب، تبين أن سياسة التبرهيش لن تنفع مع المروك، بل أنها ستزيد الأمر طينا وبلة بالنسبة للمواطن الجزائري مغسول الدماغ محدود الدخل البردوع المتبن. قال بأن هذا الأمر ونحن على أبواب رمضان سيزيد من حدة ارتفاع أثمنة السلع، وبالتالي ستنتشر الطوابير من 2 إلى 4 كيلومترات في اتجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبذلك من أجل سياسة التخفيف من حدة الطوابير ووقت الانتظار على هذه الطوابير تم إلغاء هذا القرار لتعود الطوابير إلى عادتها القديمة، وفي محاولات أظهرت حقيقة أن سياسة التبرهيش التي تبناها النظام تعود عليه بما لا يسر الجزائريين. وبهذا يكون المغرب قال لهم مناش حاسين بكم أصلا، ديروا ولا ما ديروش، شكون تسوق الجد بكم، أنتم براهش، احنا ما نلعبوش مع البراهش. كان هذا رد وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي قال لهم سنلعب معكم في مالي حيث سيعطيكم الحاج البوغاندي القادي وما أدراك ما القادي. من هناك من الجزائر العاصمة أكبر زريبة للتبونين الكراغلة. تحياتي لكم. تحياتي لك الرأي المغربي، مشكور جدا على هاتين المراسلتين اللتين صافي. الرأي المغربي الله يرحم باك، شدنا شي لغة عربية. برافو عليك خويا الرأي المغربي، صحيت اخويا بزاف، شكرا على تأسيسك. والو اخويا كنا جابوا لنا ولاد البطوله اخويا، حنا ما كنا جابوا لنا ولاد البطوله، الدراري جيعانين باغيين يتقاتلوا باغيين يجيو، ما عندناش اخويا، وكنا خلا اخويا الفلان كنا خلا نعرس لنا اخويا، ما عندناش اخو، كنا جابوا ولاد البطوله واش حنا اخويا بزاف. تحياتي اخويا. تحياتي اخي الرأي المغربي، للاسف والله العظيم كنت بغيت نزيد نطول واحد نص ساعه. لا ماشي مشكل، راه حاضينا اش غدير، حاضينا كلشي حاط علينا بغينا نربحوا. تابع اخوتي، حنا تبعنا وما طفرناش والله بأس، فما دراك في المنتخب. تحياتي لكم جميعا، شكرا بزاف، نطلقوها في الضوء. يلا تحيه. الاخوان الاخرين اللي في الكيست اعتذر لكم مره اخرى، ما كتبش نطلعوا ندردشوا اونصومبل، اعتذر لكم جميعا. الاخوان ايضا اللي مازال كان يفترض اننا نطوروا شويه اللايف ونزيدوا نضحكوا شويه اكثر واكثر. زهره ثلاث مرحبا، الله يحفظك الغزاله، الله يحفظك، شكرا. دونك موعدنا غدا ان شاء الله، نزيدوا نطنزوا نزيدوا نضحكوا. وخلاصه القول، ماتش نتاع الكره لعبناه خسرنا، جنوب افريقيا حتى هو منتخب وحتى هو عنده الحق يغلب، كاي حق ديال اي منتخب يغلب فين ما كان. اذا بكل بساطه الامر واضح جدا. اكيد ان الركراكي ارتكب اخطاء وهو قالها كيتحمل فيها المسؤوليه، كاين شي حويجات اللي غتقادير ان شاء الله افيك لو طون. الركراكي مازال محتاجينه، لي سبرين تاع الركراكي مازال محتاجينه. دونك انا الراي ديالي، انا لست يعني هنا لافرض على احد رايه، الركراكي مازال ان شاء الله معنا، وان شاء الله يا ربي 2025 جايه و2026 حتى هي. فليكيب داك الروح اللي كاين عند اللعابه مازال محتاجينه بداك الطريقه هذيك، وبقى لنا التكتيك نقلبوا عليه. خصنا غير التكتيك واللي غيسجل. عندنا مشكل ديال المسجل الاهداف، والو مشكل. الاخوان الله يعاونكم، تحياتي لكم. سيمو بوسطون تحياتي خويا، لطيفه فاس والكل في فاس، تحياتي لكم جميعا. كوثر الله يعاون، حسن عرب الله يعاون، ديك الجن تحياتي، نعمه الله يكبر بيك. دينا الله ينصرك اختي دينا هذه بزاف ما سلمت عليك دينا، حاضره ناظره دائما، الله يكبر بك. شكرا خويا سعيد، الله يحفظك اخويا. لاله الفاسيه الله يحفظك. نجاة الزبراطي الله يحفظك لاله، شكرا بزاف. السي حفظي فؤاد ابن الصحراء، لاله وهبه الغزاله تحياتي لك. حنان بن سليمه ياسمين بنت الاطلس المايسترو، خصي اسامه الغزال، لاله وفاء من فرنسا الله يكبر بك لاله وفاء. اونتي انيتا تحياتي. ليلى مرتاج الغزاله الفنه، تحياتي ليلى، تحياتي الغزاله، تحياتي، شكرا. سعيد عزيز بروكسل، النوري خيل الغزال، خيل نوري الغزال، الله يعاونكم، تصبحوا على خير، الى الغد ان شاء الله.